ازاي تنجح في 9 ثواني؟ قصة جميلة قوي سمعتها واتكلم عنها الإعلامي الكبير رامي رضوان، وقصة محترمة قوي ممكن فعلا تفيدنا في حياتنا وتخلينا ننجح في 9 ثواني. كتير مننا الفترة اللي فاتت دي بيتكلم في انه مش عارف يكمل حياته، مش عارف ينجح، مش عارف ان هو يسعى للي كان بيحلم بيه زمان، وبدأ يفقد أحلامه، بدأ يفقد طموحاته، بدأ يحس انه الحياة ما فيهاش شغف، وعشان كده بطل يكمل في نجاحه وبطل يكمل في اللي هو كان بيسعى ليه، وبدأ يقعد ويرتاح. الكنبة اللي ورايا دي لو ريحت عليها في يوم من الأيام هلاقي نفسي قاعد ومش عايز أقوم، وهو ده بالظبط اللي أنا جاي أقولك ما تعملوش، لأنه كتر ما أنت بتريح بتلاقي نفسك مش قادر تكمل، بتلاقي نفسك عايز تقعد، بتلاقي نفسك بتستسلم لكل الإحباط اللي حواليك. مش هننكر إن كل حاجة حوالينا بتحاول تخلينا ما نكملش في نجاحنا، بتحاول تخلينا نقعد وما نعرفش نكمل في اللي احنا عايزين نكمله. كل يوم بنفقد حلم، كل يوم بنقول ان احنا هنعرف بس ما بنعرفش، وعشان كده كتير مننا بيرجع لورا خطوة وبيقول خلاص بقى كفاية، انا مش هكمل لحد كده، انا هقف ومش عارف اكمل ومش هعرف اعمل حاجة، وفي ناس نجحت واللي نجح نجح خلاص. والجملة دي بدأت تنتشر كتير قوي ما بين الشباب، انه خلاص اللي عمل فلوس عمل واللي نجح قبل كده نجح، الزمن ده مش بتاع نجاحات، وديني ماشي وعمال اتساق وعمال اكمل في حياتي، على الرغم من ان ده اكبر غلط ممكن تعمله لنفسك، انك تفقد الامل في انك ربنا في يوم من الايام هيكافئك وهيديك على قد تعبك. النقطة دي مهمة جدا في انك تعرف ان سعيك مستحيل يروح من غير نتيجة، مستحيل في يوم من الايام تفقد ثقتك في ربنا، في انه ربنا لما بيلاقيك بتسعى وبتفضل مكمل حتى رغم انه مفيش قدامك نجاح، مفيش قدامك حاجة بتقولك انك ممكن توصل، كل اللي حواليك وكل النقط بتقولك انه خلاص مفيش فايدة ومفيش امل، اقف بقى. لكن انت مكمل وبتسعى، وهتلاقي في يوم من الايام ربنا كرمك كرم من وسع، لانه انت بس سعيت وكملت، لانك ما احبطتش في النص وقعدت على الكنبة اللي ممكن يكون ناس كتير جدا قعدت عليها اليومين دول وخلاص فقدت الامل. الفرق والميزة اللي فيك انك شخص مميز، مش هتعمل زيهم، مش هتقعد على الكنبة وتستسلم وتقول خلاص مفيش فايدة، لا، انت فيك حاجة جواك هتكمل وهتخليك توصل لنجاحك ولحلمك، وربنا هيكافئك عشان سعيك واستمراريتك في العمل. مهما كنت بتلاقي مفيش نتيجة كمل واستمر، وربنا هيديك على قد تعبك. القصة دي كانت بتقول انه في واحد اسمه يوسين بولت، ده كان عداء عالمي، عداء اللي هو الراجل اللي بيخش مسابقات جري. الراجل ده فضل يشتغل على نفسه 4 سنين. 4 سنين دي يعني كمية شهور وأيام وساعات رهيبة من غير أي نتيجة. فضل بس يتدرب تدريب كامل لمدة 4 سنين من غير ما يحاول يعمل أي حاجة، من غير ما يبقى في نتيجة لمجهوده لتعبه، من غير مسابقات، من غير أي حاجة. اللي فرق معاه بعد 4 سنين تعب ومجهود رهيب هو 9 ثواني. 9 ثواني كسبهم في مباراة جري كان هو الأول فيها وحقق رقم قياسي، والرقم ده فرق معاه في حياته كلها، غير مسار حياته من مجرد شخص بيتدرب علشان يجري أو يبقى عداء لراجل رياضي عالمي، عداء كبير جدا، كسر الرقم القياسي في الجري، نجح في خلال ال9 ثواني دول. يعني قعد يتدرب 4 سنين علشان ينجح في 9 ثواني، وهو ده اللي ممكن يحصل لنا في حياتنا. الراجل ده بيقول ما تيأسش ابدا، الراجل ده بيقول ان هو فضل 4 سنين من غير اي امل في حياته، بيقول له ان بكره هيبقى احسن، ما كانش عنده الفكره هو بكره فيه ايه، بس هو كان بيتدرب وبس، كان بيعمل اللي هو عايزه وبس، وفي النهايه نجح في 9 ثواني، بقى واحد تاني خالص غير اللي كانت حياته بيتكلم فيها انها حياه ملهاش امل ومفيش بكره اصلا، وهو عمال يتدرب وبيسعى وبيستمر من غير ما يعرف بكره فيه ايه، وفعلا حياته اتغيرت في 9 ثواني. انت كمان ممكن في ثانية واحدة، مش في 9 ثواني، تلاقي مكالمة تليفون جاتلك، تلاقي حاجة حصلت كنت بتتمناها، تلاقي حاجة نجحت فيها فجأة. في ثانية صدقني الموضوع بيتغير تماما، وحياتك ممكن تتنقل نقلة تانية علشان بس ربنا شايف تعبك. ومهما كنت تعبت مستحيل تعبك يضيع هدر، ومستحيل ربنا يضيع اللي انت عملته ده وانت واثق انك بتتعب وما قعدتش على الكنبة. خليك واثق يا صاحبي انه فعلا تعبك ليه نتيجة، وهتوصل في يوم من الايام لانك شخص مميز.
مش قاعد على الكنبة ومش منفض للحياة وقلت خلاص أنا فقدت شغفي. لأ، قوم دلوقتي علشان تكمل، لأنك فعلا مميز وهتعرف تكمل. القصة دي عجبتني وحبيت أشارككم بيها لأنها قصة مميزة وفعلا ممكن تقلب حياتنا وتخليها حياة تانية خالص لو بس فكرنا إنه 9 ثواني ممكن تفرق في حياتنا. أنا عادل مجدي، يا ريت شير كتير جدا للموضوع ده علشان الناس تبدأ ترجع الشغف تاني بعد ما كانت فقدته.